طيب، الآن شرع بعض الناس يصلي التراويح فيصليها 5 سردا أو 7 سردا أو 9 سردا أو 11 سردا، فما حكم صلاته؟ مازن. طيب، نعم. ايش؟ وش الأول قلت ايش قبلها؟ طب صلاة الليل مثنى مثنى. من جواب يا عبد الله؟ لعل ايش؟ هؤلاء الذين يصلون لا يصلون التراويح، هؤلاء يصلون الوتر، ما يصلون التراويح، وهم ينوون التراويح ثم يصلونها على خلاف أحكامها الشرعية. فالتراويح هو نفل مقيد يكون بعد صلاة العشاء، وعدده عند الحنابلة 20 ركعة، والحنابلة يقولون يستحب لمن صلى التراويح أن يوتر بعدها، ولذلك يستحبون الوتر جماعة لمن صلى التراويح جماعة. فهؤلاء لا يصلون التراويح وإنما يصلون الوتر، ويكون بذلك قد فاتهم صلاة التراويح في تلك الليلة. وهذا يدل على مسيس الحاجة لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الليل، ولا سيما لأئمة المساجد. ثم إن المساجد تتبع جهة تنوب عن ولي الأمر، فالأصل أن يلتزم الإنسان بما عليه هذه الجهة، من كون صلاة التراويح تكون على الصفة المعروفة المذكورة عند الفقهاء من الحنابلة.